ينتشر ويتحرك الزمالك كما هو شيكا. شيكا عدى، شيكا مار، شيكا في المرمى. هدف أول. مزيكا يا شيكا، مزيكا يا شيكا. شيكا بالا يسجل هدف التقدم. الفهد الأسمر يحرك المدرجات. الكبير كبير يا شيكا، الكبير كبير يا شيكا. شيكا بالا الأباتشي تقدم ويفرح على طريقته ويحرك المدرجات ويحرك الجماهير. لطالما أسعدهم، لطالما فرحهم، لطالما جلب لهم البطولات والأخبار السارة. خبر عاجل، خبر عاجل. شيكا بمزيكا كبيرة عدى وضعها. الله، الفهد الأسمر صعب انك تراقبه، صعب انك تراقبه. كيف هرب بخبرة كبيرة، وقف على كورته وبعد ذلك ركنها وبعد ذلك وضعها. اعلن عن تقدم الزمالك، عن تقدم القلعة البيضاء. الفارس الذي يتقدم لهم دائما وابدا، الفارس شيكا بالا. شيكا بالا ثاني تبدو خطيرة، تبدو خطيرة، تبدو خطيرة في معها جول ثاني. الله، هدف ثاني لصالح الزمالك بخطأ دفاعي قاتل، خطأ دفاعي قاتل يكلف الأهلي الهدف الثاني. جانب من الأخطاء كانت حاضرة حقيقة في الشوط الأول. الآن يسجل أوباما، يسعد الجماهير الزملكاوية الحاضرة في المدرجات هنا الاستاد المكتوم للوصول الهدف الثاني في توقيت صعب 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 جدا على الفريق الأهلي. هدف ثاني وفرحة كبيرة مع المدرب المصري معتمد جمال الذي يذهب إليه بهذه الاحتفالية. لكن شوفوا الخطأ، شوفوا الخطأ اللي كان حاضر في اللقطة الماضية من اللاعب رقم 3. يبدو إيبانيز هو من شارك. اللاعب رقم 3 في أول لقطة ألقاها في أول اختبار يقع في المحظور وفي الخطأ، وبالتالي لم يتعامل مع أيضا عبد الله عبده بشكل سليم. أوباما وضعها بشكل رائع جدا في اللقطة الماضية. الاحتكاك للكرة بشكل ممتاز من سيمسون، وبعد ذلك تمريرة إلى أوباما، وبعد ذلك مواجهة إلى حارس المرمى عبد الله عبده. أوباما 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 الذي مر وعدى، وبعد ذلك ركنها ليعلن عن ثاني أهداف الزمالك في هذا النهائي. جماهير في 5 من يناير. الكرة فيها تصويبة. احتفالية أخرى لصالح الزمالك بهدف ثالث يضيفه اللاعب البديل في الشوط الثاني لصالح الزمالك. الزمالك يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة ويصعب المهمة تماما على فريق الأهلي لتنتهي الأمور بالثلاثة. يسجل ياسر الهدف الثالث لصالح فريق الزمالك، ويذهب لمدربه الذي أشرك في هذه اللحظات لكي يتكفل بالهدف الثالث لصالح فريق الزمالك. هذه الانطلاقة شوف بعد ذلك ياسر اللي أودعها في الشباك، اللي كان وحيد غير مراقب أمام أكثر من لاعب أهلاوي في تمركز غير جيد. يا إيبانيز بعض من التفاصيل سيقف عليها ماسياس، ولكن هنا الهدف الذي يأتي لصالح فريق الزمالك، الهدف الثالث لتنتهي الأمور تماما لصالح فريق الزمالك. فرحة كبيرة مستحقة عرفا على الأداء اللي قدمه